هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن قرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة إلى حضرة سوسنا المشي هذه مولد الإمام الحبيب علي الهبشي
ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته ثم إلى روح الوالد أحمد خن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا وآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المستأكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. وينصر
نصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسف الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دام بلا انقضاء. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك دام بلا انقضاء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك دام بلا انقضاء.
السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك يا عون الغريب السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك يا كهفا وقمصان السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتهي
تنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. الصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ لله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله أكد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. يتسبح روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويمتى بها بعناية الله في حزبه
وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقرب صلى الله عليه فيعود إلى الأشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألا يا رسول الله إنا قرابة وذرية جئناك للشوق والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتقابيل ترب حبذا لك من قربه وقمنا تجاه الوجه وجه المبارك علينا به نسخ الغمام لذا الجذب أتيناك زوارا نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك
عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك فزت بالتمجيد سلام عليك ونلنا الخيرات سلام عليك فزت بالتمجيد سلام عليك ونلنا الخيرات سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت لك دار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام
عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه وسلم. وبنور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. تجرد السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فجر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائد التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا من بهديك أفلح السعداء يا من بهديك أفلح السعداء. هذه عظاتك للقلوب يا من بعثت إلى الخلائق رحمة. أقسمت أنك رحمة وضياء. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب
ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. هذا حزون الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين قرب وان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب مطر الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بتبشير العالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. عبرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية
الله فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. Hadiraki Kanjeng Nabi ning atena pakerong ke Rasulullah pahadir Rasulullah dalam atena. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد وسلم عليه آلان بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد
نور العين مرحبا جد الحسين يا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Walamma nazama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati unquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktubu amali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsula. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعود ظافرة ولا باب عزة تعود الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل إليك سيدنا المرسلين سيدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على ذاتك الذلاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحميل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بأشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوزك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهات النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظ لنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك الحافظ من المحافظين اللهم إنا لنطمئن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة فيه وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين وأن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وولو وظاهر وأم ببركته وشرف وجهه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بوالد الحق في جميع النواهي والأقطار
وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار والجنة يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار فاتحة. يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء ندمته على الصفا فطاب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء وليس عندي حالة تحيشني مثل الجفا فكل من عنا فاني في حبه ماء صافا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء وبت به أرواحنا وهمها قد انتفى يا ربنا غثنا بقرب المصطفى يا ربنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء لا نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا الجفا فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشف
كشفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي دعانا فنحن قوم ضعفاء لا نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا الجفا فاكشف إلهي كورونا يا خير من قد كشفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ذنوبنا قوم ضعفاء وامنن علينا بلقاء المحبوب جهرا وخفا وامنن علينا بلقاء المحبوب جهرا وخفا آمين يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي دعانا فنحن قوم ضعفاء وصلي يا ربي على البرايا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء